السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أنور معيوان في فيديو جديد من فيديوهات الربح من الإنترنت. هذه الحلقة إن شاء الله ستكون عن موقع انتظرناه جميعا بفارغ الصبر، موقع الأخ إلياس نقيل، وهو صديقنا طبعا، أظن أن الأغلبية يعرفونه. الموقع اسمه كليك ديليفري. هذه هي واجهة الموقع، أو هذا هو الديزاين. كما تشاهدون شكله جيد. ربما قد تحدث بعض التغيرات قبل انطلاقته الرسمية، لذلك يعني حسب ما هو مكتوب في الموقع يتبقى 12 يوما على الانطلاقة الرسمية، لكن يمكن أن يطرأ تعديل في التوقيت. لذلك أدعوكم إلى التسجيل في الموقع قبل أن يقوم الكثير من الأعضاء بالتسجيل، لتساعدوا أنفسكم في جلب مزيد من الريفيرالز. على إن سأقوم بشرح بعض أهم ما يوجد في الموقع. هو موقع من مواقع تقاسم الأرباح. أظن أن الأغلب يعرفون ما هي مواقع تقاسم الأرباح، بمعنى أن أرباح الموقع يتم تقاسمها على جميع الأعضاء حسب الأسهم التي يملكها كل شخص. عندنا في المستوى الأول، إذا اشتريت سهم ب$5 يعطيك أهم شيء أنه يعطيك 50 بيزنس دايركتوري آدز، هذا أهم شيء، ويعطيك 110% من المداخيل، بمعنى 10% أرباح. هذه 10% أرباح ليست مضمونة طبعا، هي تعتمد على أرباح ومداخيل الموقع. 10% غير مضمون، ولكن إذا الموقع نجح وحقق ما يريد تحقيقه من الأرباح أو من العائدات، فإنه سيقوم بتقاسم ذلك مع جميع الأعضاء إن شاء الله. نو ممبرشيب، يعني لا تدفع عضوية لتشتري هذه الباقات. والماكسيموم بورتشيز، يعني الحد الأقصى المسموح به من الباقات هو 100 في البلان جوج. هناك يعني ثمن السهم ب$10، السهم يعود ب15% أرباح، يعني 115% مداخيل. 20% ريبورتشيس رول، يعني هذا الريبورتشيس رول ستكون عندنا خانتين: خانة للبالانس العادي الذي يمكن سحبه أو إعادة استثماره، بينما خانة أخرى لرصيد لا يمكن سحبه، لا بد من إعادة استثماره. في الخطة واحد 30% لا بد من إعادة استثمارها. في البلان جوج 20% لا بد من إعادة استثمارها، يعني 80% تذهب إلى البالانس الذي يمكن سحبه. يعطيك أيضا 100 بيزنس دايركتوري and no membership، بمعنى لا تدفع ثمن الاشتراك الشهري أو السنوي. البلان 3 نفس الأمر، يعني تقريبا بعض التغيرات، إلا في البلان 4 البرايس $40، ولكن تدفع $10 monthly membership، يعني تدفع $10 كل شهر كثمن للاشتراك. قد تلاحظون، قد تقولون ربما هذه النسب يعني نسب ضعيفة مقارنة بمواقع تقاسم الأرباح الأخرى. أنا أقول بأن الأخ إلياس يعني حاول أن يضع نسب معقولة يمكن للموقع تحقيقها كأرباح، وبالتالي سيضمن استمرارية الموقع لمدة طويلة إن شاء الله. الموقع يتعامل مع الأبناك التالية: البايزا والبيرفكت ماني والسوليد تراست باي والباير. يمكن ربما إضافة أبناك أخرى مستقبلا، لكن حاليا هذا ما يتوفر. هنا لانش ديت، توتال ممبرز، توتال باي اوت، توتال ديبوزيت اند اليكسا رانك. هنا أيضا يعني المجموعة الرسمية للموقع التي أنشأناها حديثا. سأكون إن شاء الله واحد من الأدمينز فيها، لذلك أنا رهن إشارتكم. إذا احتجتم أي شيء أنا رهن الإشارة إن شاء الله، أنا وباقي الإخوة الأدمينز. نلقي نظرة داخل الموقع أو داخل الحساب الشخصي. آسف لأن النت لدي ضعيفة جدا صراحة. هكذا يكون حسابك الرسمي.
هنا اليوزر نيم، سبونسور اي دي، الممبر اي دي. ماذا آخر؟ يعني أظن أن مواقع تقاسم الأرباح لا تحتاج شرحا مطولا لأن أغلب الأصدقاء يعرفونه. Account Activity، هنا البروفايل إذا أردت أن تعدل شيئا على معلوماتك الشخصية. بالنسبة للفينانس هنا الأد فاوند، مثلا تريد إضافة المال عن طريق بنك من البنوك. حاضر، سأقوم بإضافة مثلا لا أدري هل لدي رصيد في البايزا، سأحاول أن أجرب 10 دولار. أظن أنني أتوفر على 10 دولار في البايزا. I apologize for the inconvenience. This session is not able to accept payments. إذن الموقع بما أنه لم يبدأ ولم ينطلق انطلاقة رسمية، لم يبدأ بعد في قبول الإيداع، وبالتالي إن شاء الله سأقوم بالإيداع لاحقا، وسأحاول أن أودع مبلغ يعني لا بأس به إن شاء الله. يعني هذه الأمور الضرورية التي يريد أن يعرفها الأشخاص أو الإخوة عن المواقع. My referrals، هنا ستجد لائحة بأسماء الأعضاء الذين قمت بإحالتهم للموقع. View PTC Ads، ال PTC يعني ال Pay to Click أو الإعلانات المدفوعة، تضغط عليها وتعطيك بضع سنتيمات 0.01 مثلا أو حسب قيمتها. Banners Ad، PPC وال PCC Business Directory Finance. هنا تقوم بشراء البوزيشنز أو يعني نقول الاد باكس أو الأسهم، سميها ما شئت. earning history، payment history، request withdrawal يعني withdrawal يعني تطلب السحب، withdrawal history، balance transfer. هنا تقوم balance transfer يعني تحويل للرصيد. على أي يعني الموقع كباقي المواقع لا يوجد شيء يعني جديد حتى أسهب في شرحه. الموقع يعطيك 10% من يعني من على الريفيرال أو على الإحالات. ماذا آخر؟ support team trusted and well known admin. أظن أنه إن شاء الله قد يكون لي دور ثانوي في الموقع، لا يمكنني حاليا إخباركم به. على أي ستجدون رابط التسجيل أسفل الفيديو لمن يريد أن يغتنم الفرصة. فالموقع لم يبدأ بعد، لمن يريد أن يجمع أكبر عدد من الإحالات الموقع لم يبدأ بعد. هنا تجدون رابطكم الخاص أو رابط الإحالة الخاص بكم، ترسلونه لشخص ما مثلا، يدخل عليه ويضغط join now. عندما يضغط join now ينزل للأسفل، سيجد اسم السبونسور معيوان، يعني هو الاسم ديالي، سأكون أنا السبونسور الخاص به ويشرفني ذلك طبعا. الفيرست نيم، لاست نيم، ايميل، يوزر نيم and الباسورد، ريانتر باسورد، بيمنت بروسيسور اي دي. تنقر على هذه الخانة وتضغط ريجستر. التسجيل سهل جدا، يعني ما أستطيع أن أجزم بشأنه هو أن الأخ إلياس إن شاء الله لن يتعمد النصب. هذا أمر أنا إن شاء الله أصدق به، لأن الأخ ثقة يعني وذو مصداقية وأخ طيب، هو لن يتعمد النصب. لكن ما يجب أن تعلموه هو أنكم مقبلون على تجارة، تقبل الربح وتقبل الخسارة. الموقع إذا لاقى إقبالا كبيرا من الأعضاء، بالتالي سيصبح ترتيبه بين مواقع العالم جيد جدا وسيتقدم تدريجيا، وبالتالي سيصبح وجهة مميزة أو يعني محط أنظار
كبار المستثمرين وكبريات الشركات للترويج لإعلاناتهم داخل الموقع. مفهوم؟ إذا قاموا بذلك هذا يزيد بشكل كبير من أرباح ومداخل الموقع التي ستوزع يعني على الأعضاء حسب الأسهم التي يملكونها. إذا لم يحدث ذلك قد يفلس الموقع، هذا أمر يعني معروف. عندما أقول يفلس الموقع أو يتعرض الموقع للإفلاس فهذا بعيد كل البعد عن النصب. النصب يعني يكون مخططا له أو يكون متعمدا. الإفلاس يعني هذا أمر متوقع دائما في التجارة، فأنتم مقبلون على تجارة والأمر بيدكم الآن، إما أن تقوم بإنجاح الموقع ومساعدته على جلب يعني عدد كبير من الأعضاء وعدد كبير من الزوار، أو العكس طبعا. يعني هذا ما لدي لأشرحه الآن. إذا حدثت تغيرات جديدة في الموقع سأقوم بالتحدث عنها إن شاء الله. من يريد أو من يحتاج معلومات إضافية عن الموقع يمكنه مراسلتي على الفيسبوك. سأظهر صفحة الفيسبوك الخاصة بي، هي هذه محمد أنور ميوان. يمكنكم مراسلتي إن شاء الله، سأحاول أن أجيب. هذا كل ما في الأمر. هذا كل ما في الأمر إن شاء الله. إلى حلقة مقبلة من حلقات الربح من الإنترنت. يمكنكم طبعا، حتى أضيف آخر معلومة، يمكنكم الترويج لمواقع أخرى داخل الموقع. هنا مثلا تضع البانر الخاصة بك، هنا من حجم 125 في 125، هنا من حجم 468 في 60، وتدفع مقابل ذلك مال للموقع. هذا المال هو الربح الخاص بالموقع. إن شاء الله نحن سنحاول ألا تكون أي إعلانات مخلة بالأدب مثلا، أو إعلانات إباحية أو شيء من هذا القبيل داخل الموقع بحول الله تعالى. دمتم سالمين إن شاء الله، وإلى حلقة مقبلة من حلقات الربح من الإنترنت.